عارف إن في شوية أسرار في طب الأسنان لو عرفتهم تتفاجئ وتبص لنفسك وتقول إزاي كنت بعمل كده في أسناني؟ النهاردة هكشف لك 5 أسرار محدش بيقولهم، ولو فهمتهم هتبطل عادات كنت بتعملها على أساس إنها صحية بس هتكتشف إنها غلط تماما. أول حاجة إن المينا مش طبقة قوية زي ما الناس متخيلة، الناس فاكرة إن المينا دي صلبة زي الحديد، لكن الحقيقة إنها أضعف بكتير من إنك تعرضها لفرق قوي أو إنك تعمل تبييض منزلي يكون بطريقة غلط. عشان كده أي عادة فيها عنف حتى لو شكلها صح فهي بتسرع من تآكل المينا، وده أول سر يخليك تبطل تغسل أسنانك بعنف. تاني حاجة المشروبات الحمضية أخطر من السكريات، الناس بتحارب السكر وبتنسى الليمون وعصير البرتقال والمشروبات الغازية. الحمض ده بيدوب المينا بشكل أسرع حتى لو مفيش سكر، ده السبب اللي يخليك تبطل تشرب عصاير وتقوم تغسل أسنانك بعدها على طول، ده لأنه بيضعف المينا بشكل كبير. تالت حاجة الأسنان مش بتتسوس فجأة لكن بتشتغل في صمت، المريض بيتفاجئ فجأة إن التسوس ظهر ويبدأ يقول ده أنا لسه عامل تنظيف مثلا من 3 شهور، ازاي التسوس بدأ يظهر؟ لكن الحقيقة إن التسوس بيبدأ من شهور طويلة جدا قبل ما يبدأ الوجع. رابع حاجة إن اللعاب أقوى من المعجون، اللعاب هو اللي بيعادل الحمض وبيحارب البكتيريا وبيرجع المعادن للمينا. عشان كده الناس اللي بتنام وبقهم مفتوح أو بيشربوا كافيين طول اليوم لأنهم بتتأثر بشكل أسرع. السر ده يقول لك إن بقك لازم يبقى رطب بشكل مستمر. خامس حاجة خيط الأسنان، 90% من التسوس بيبدأ بين الأسنان، والفرشة مهما كانت مش هتوصل للأماكن دي، لكن خيط الأسنان بيقدر يوصل للأماكن دي وبيشيل البكتيريا قبل ما تبدأ تتكون وتعمل تسوس. السر ده يقول لك إنك لازم تستخدم خيط الأسنان مع الفرشة. ال5 أسرار دول لو استوعبتهم هتبطل عادات كتيرة جدا كنت فاكرها صح، وهتحافظ على أسنانك بأقل مجهود. عايزك بقى تقولي في الكومنتات إيه السر اللي أنت سمعته وخلاك تقول إنك لازم تغير عاداتك دلوقتي حالا. في النهاية متنساش اللايك والسبسكرايب. وسلام.